هنتكلم عن شركات النقل الذكي في مصر، واللي طبعا اولهم شركة اوبر. شركة اوبر يا جماعة يعتبر بدأت سنة 2015 وابتدت تنتشر من 2016، بس البداية بتاعتها كانت في مصر من 2014، لكن الانتشار الحقيقي فعلا لشركة اوبر من 2015 ل 2016. طبعا اسعار العربيات في الوقت دوت من 2015 ل 2016 كانت سعر العربية من حوالي 75,000 ل 85,000. مثلا لو اتكلمنا عن البي واي دي او النيسان الصني او اللانوس او العربيات الفيرنا والكلام ده كله، كانت بيتراوح الزيرو منها بالسعر دوت. طبعا في شباب كتير جدا اول ما نزلت شركه اوبر ابتدوا اللي هم يشتروا عربيات، وابتدوا فعلا اللي هم يشتغلوا في شركه اوبر، وفعلا كانت فيها مكاسب كبيره جدا جدا، لان اساسا شركات النقل الذكي كانت لسه دي اول شركه والناس لسه مش عارفاها. حتى لما كنت بتقول لاي حد هركب اوبر يقول لك يعني ايه اوبر دي؟ ما كانش حد فاهم يعني ايه اوبر. النهارده حضراتكم شركات النقل الذكي بتتنافس في السوق المصري، وبتحاول اللي هي تراضي العميل باي طريق كان. شركات النقل الذكي يعتبر اللي هي دمرت التاكس في مصر. لو حضراتكم فاكرين كانت نمر الأجرة بتاعة التاكس كانت وصلت لأرقام خيالية. كانت أول النمر، يعني كانت النمر كانت بتوصل ل 50,000 حسب ما أنا فاكر. كانت نمر في المنصورة وصلت مش عارف لكام ألف جنيه، 100,000 تقريبا، عدت أرقام كانت أغلى من العربية. طبعا أول ما نزلت شركات النقل الذكي وبالأخص شركة أوبر طبعا قامت نازلة قفلت أو نهت الموضوع ده نهائي. طبعا شباب كتير فرحت لانها ابتدت اللي هي تشتغل في شركه محترمه، وابتدى يركب عربيه ملاكي، وابتدى طبعا قدام الناس هو راكب عربيه ملاكي، هو مش الناس مش عارفه ده شغال فين ولا ده عارف ولا ده بيعمل ايه. فكل الشباب وكل الناس راحت طلعت تجري واشترى، كله طبعا ابتدى يشتري عربيات ملاكي، واللي معاه 50,000 جنيه بقى يجيب عربيه قسط، واللي معاه 30,000 جنيه بقى يجيب عربيه قسط، والموظفين راحت وكله رايح، حتى اللي شغال في شغلانه موظف بقى اجيب عربيه يقول لك ازود دخلي، وبقت كل اشترى عربيات لدرجة ان سعر العربيات ضرب. العربية من 80,000 جنيه وصلت لحوالي 280,000 جنيه في خلال سنة، ما كملتش السنة طلعت بسرعة الصاروخ. خلي بالكم ده ما كانش ليها دعوة بالدولار خالص، بس هي شركات النقل الذكي فعلا او شركة اوبر بالاخص ضربت الايه السعر ده كله. طبعا بعد كده هو تلاقينا شركة كريم الاماراتية نزلت مصر. طبعا شركة كريم معروفة كانت شركة إماراتية نزلت مصر، ابتدت اللي هي تنافس شركة أوبر، وطبعا ابتدت المنافسة تشتد بينهم قوي، لكن في الآخر المنافسة كانت في صالح شركة أوبر. في الآخر قدرت تسيطر واشترت شركة كريم. بعد كده هو لقينا مشاكل لشركة أوبر. كانت المشاكل دي عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن البلوكات. ابتدت اللي هي تدي بلوكات عشوائية. إن شاء الله كملوا معانا الحلقة الجاية وهنقول لكم بعد كده ايه اللي حصل في موضوع البلوكات، وهنكلمكم برضو عن شركة ديدي وإندرايفر وباقي القصة. تحياتي للجميع.